أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع كتاب السلم المنورق بشرح الشيخ حسن القويسني رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى فصل في المعرفات. فصل في المعرفات. سيتكلم الشيخ هنا على المعرفات، وهي تنقسم إلى 3 أقسام: إلى الحد والرسم والتعريف اللفظي. سيتكلم عليها الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. نعم، نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب، وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بد لهم شموس المعرفة، رأوا مخدرات منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مغتفى، العربي الهاشمي مصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجا، يأخذ من بحر المعاني زجاجا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهوا بأنجم في الابتداء. وبعد فالمنطق للجنان نحوي للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. هك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم منورق، يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه ليس خالصا، وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطولات يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال على 3 الأقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. القولة المشهورة صحيحة، جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب، ليتدي به إلى الصواب. قد تصور علم ودرك نسبة بتصديق وسيم، وقدم الأول عند الوضع، لأنه مقدم بالطبع. النظر مع تجل التأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، وما به
إلى تصور وصيل ادعى بقول شارح فلتبتهل وما لتثق به وصلا بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على وفقا يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين أعني المفرد كلي أي حيث وجد فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه جزئي وأولا للذات إن فيها اندرج انسبه أو لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفاص وعرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد ووسط ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بالأقسام تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه ترادف الكل حكمنا على واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع سعل وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علم والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية. نعم. نعم. فصل في المعرفات. جمع معرف يسمى تعريفا لتعريفه المخاطب بالماهية وقولا شارحا بشرحه الماهية. نعم. هذا هو بدأ الشيخ رحمه الله يتكلم في مقاصد ماذا؟ التصورات، لأن قلنا مبادئ التصورات هي ماذا؟ كليات الخمس. مبادئ التصورات هي كليات الخمس اللي هي الجنس والفصل العرض العام العرض الخاص والنوع. صحيح؟ لما أنهى الشيخ الكلام على مبادئ التصورات بدأ يتكلم على مقاصد التصورات وهي القول الشارح أو المعرفات. فهمنا؟ فهم مفهوم يا جماعة؟ نعم. فقال فصل في المعرفات. قلنا الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، وفي الاصطلاح هو الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، أو هو عبارة عن مجموعة من المسائل مندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. هذا هو الفصل في اللغة. المعرفات جمع معرف، جمع معرف، والمعرف والقول الشارح نفس الشيء. معرف وقول شارح نفس الشيء، فالمعرف هو القول الشارح. نعم. قال جمع معرف ويسمى تعريفا. لماذا يسمى تعريف معرف؟ لتعريفه المخاطب بالماهية، لأنه يعرف المخاطب بالماهية. عرفنا الماهية ما هي؟ حقيقة الشيء. حقيقة الشيء تسمى الماهية. لماذا سمي معرف وتعريف؟ لأنه يعرف المخاطب الماهية، أنه يعرف المخاطب على الماهية، على ماهية شيء، سمي معرف.
وسمي قولا شارحا كذلك لماذا؟ لأنه يشرح الماهية، يشرح الماهية، كقولنا الإنسان حيوان ناطق. فالآن هذا القول الشارح اللي هو حيوان ناطق شرح ماهية الإنسان، شرح حقيقة الإنسان. مفهوم يا جماعة؟ فلذلك سمي قولا شارحا، قولا شارحا. نعم هذا. زيد. معرف مبتدأ حذفت منه للوزن. للوزن فقط. تقدير الكلام المعرف على 3 قسم، لكن حذفت منه للوزن. نعم. على 3 قسم، والمعنى المعرف منقسم على 3 أقسام. نعم، المعرف منقسم على 3 أقسام. معرف منقسم إلى حد ورسم وتعريف باللفظ. معرف مبتدأ حذفت منه تقدير الكلام المعرف على 3 قسم، لكن لكي لا ينكسر البيت حذفنا الألف واللام. واضح؟ قال على 3 قسم، والمعنى المعرف منقسم على 3 أقسام. مفهوم؟ ونعم. الأول حد، وهو تام وناقص كما سيأتي. نعم، الحد سيأتي أن الحد تام وناقص. الحد التام ما يعرف بالجنس القريب والفصل القريب، يسمى حد تام، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، وتعريف الحمار بالحيوان الناهق، وتعريف الحصان بالحيوان الصاهل إلى غير ذلك. هذا يسمى حد تام. حد تام تعريف بالجنس القريب والفصل القريب. حد ناقص هو تعريفه بالجنس البعيد بالجنس البعيد والفصل القريب. مثلا نعم، كأن تعرف الإنسان بأنه جسم، مثلا جسم ناطق، جسم ناطق مثلا. نعم، كما سيأتي الكلام عليهما. نعم. والثاني رسمي. والثاني رسمي. نعم، يسمى رسما، وهو أيضا تام وناقص. كذلك الرسم تام وناقص. الرسم التام بماذا يعرف؟ بالخاصة فقط أو بالجنس أو الرسم التام بالجنس القريب والخاصة. بالجنس القريب والخاصة تقول الإنسان حيوان ضاحك مثلا، هذا هو الرسم التام، أن تعرفه بالجنس القريب والخاصة. مفهوم؟ نعم. والرسم الناقص بالخاصة وحدها، بالخاصة وحدها أو مع الجنس أو مع الجنس البعيد. بالخاصة وحدها أو مع الجنس البعيد. هذا الآن الرسم إما أن تعرفه بالخاصة فقط أو بالخاصة مع الجنس البعيد. نعم، سيتكلم على كل هذا الشيء فيما هو آتي. نعم. نعم. والثالث لفظي، أي تعريف لفظي. تعريف لفظي. نعم. منسوب إلى اللفظ المطلق. نعم. فهو من نسبة الخاص إلى العام. نعم، واضح. الثالث لفظي، تعريف باللفظ، أن تبدل لفظا بلفظ أشهر منه، تعريف لفظي اسمه. واضح. أن تعرف لفظ بلفظ أشهر منه، كأن تعرف البر بالقمح أو الغضنفر بالأسد مثلا. مفهوم؟ هذا يسمى هذا لفظي، أي تعريف لفظي منسوب إلى اللفظ، يعني نسبة. هذا لفظي
نسبة، ياء النسبة إلى اللفظ المطلق، فهو من نسبة الخاص إلى العام، أي من نسبة المقيد للمطلق كما قال. فهو منسوب إلى اللفظ المطلق، فهو من نسبة الخاص إلى العام. أين الخاص وأين العام؟ ما معنى فهو من نسبة الخاص إلى العام؟ أين المقيد وأين المطلق؟ أيوة، هذا من نسبة المقيد إلى المطلق. نعم، فهو من نسبة الخاص إلى العام، أي نسبة المقيد للمطلق. الخاص إلى العام يعني نسبة المقيد للمطلق. واضح؟ مفهوم؟ نعم. زيد. وقوله علي تكملة للبيت. تكملة للبيت. نعم. نعم. ثم بين الثلاثة بقوله الحد تام للجنس القريب وفصل قريب وقع. نعم. نحو الإنسان حيوان ناطق. نعم، هذا هو. فالحد التام، الحد التام يكون بماذا؟ بجنس قريب وفصل قريب، بجنس قريب وفصل قريب. الجنس القريب ما هو بالنسبة للإنسان؟ حيوان. والفصل القريب بالنسبة للإنسان الناطق. فالحد التام تعرفه بماذا؟ الجنس القريب مع الفصل القريب، فتقول الإنسان حيوان ناطق، وتقول الحصان حيوان صاهل، وتقول الحمار حيوان ناهق، وهكذا. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو الحد التام، حد تام. هذا يعني أقوى تعريف، هذا أقوى تعريف، أنك تعرف ماذا؟ تعرف الماهية الشيء، تعرفه بماذا؟ بالحد التام، بالفصل القريب، بالجنس القريب مع الفصل القريب. نعم، هذا اسمه حد تام. نعم. نعم. والرسم التام بالجنس القريب وخاصة بتخفيف الصاد الوزن. نعم. شاملة لازمة. أين أنت؟ والرسم التام بالجنس القريب، بالجنس القريب وخاصة، هذا واضح يا جماعة؟ أما الرسم التام فتعرف بماذا؟ بالجنس القريب والخاصة، بالجنس القريب مع الخاص، كقولنا الإنسان حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، فأنت عرفته بالجنس القريب مع الخاصة. مفهوم يا جماعة؟ هذا الرسم التام، الرسم التام. نعم. زيد. وخاصة بتخفيف الصاد للوزن. نعم، خاصة بتخفيف الصاد للوزن، وإلا فهي مشددة الخاصة، لكن بالتخفيف لأجل الوزن. نعم، واضح؟ هذا. والرسم بالجنس وخاصة معا، وخاصة معا، لا تقل وخاصة معا، لا، بالتخفيف الصاد للوزن. نعم. شاملة لازمة. شاملة لازمة. شاملة، ما معنى شاملة؟ شاملة لجميع أفراد المعرف،
شاملة لجميع الأفراد، هذا معنى شاملة. لازم تكون خاصة شاملة ولازمة، لازمة يعني غير مفارقة. واضح كلام؟ هذا هو الرسم التام، لازم يكون بجنس قريب وخاصة شاملة لجميع الأفراد ولازمة يعني غير مفارقة. واضح كلام؟ أيوة. لذلك الشيخ تحت انظر ماذا قال الشيخ تحت: شاملة أي لجميع أفراد المعرف، فإن كانت غير شاملة لم يصح التعريف بها لخروج بعض الأفراد عنها، فيكون التعريف غير جامع كالعلم أو الكتابة بالفعل. كالعلم أو الكتابة بالفعل، هذه غير شاملة لجميع الأفراد. العلم أن الناس ليس كلهم علماء بالفعل، صحيح؟ وقلنا العلم بالفعل أو الكتابة بالفعل، الناس ليست كلها عالمة بالفعل وكاتبة بالفعل، فلازم نقول كاتب أو عالم بالقوة حتى تكون شاملة لجميع الأفراد. نقول كاتب بالقوة أو عالم بالقوة، في هذه الحالة تكون شاملة لجميع الأفراد. أما لو قلت علم بالفعل أو كتابة بالفعل هذه غير شاملة لجميع الأفراد. مفهوم؟ فلازم أولا تكون هذه الخاصة تكون شاملة لجميع الأفراد، ثانيا تكون لازمة لا تكون مفارقة أي غير مرافقة. فلو كانت مفارقة كالتنفس بالفعل بالنسبة للحيوان لم يصح التعريف لخروج الأفراد عنها حال المفارقة، فلا يكون التعريف جامعا كذلك. كذلك لابد تكون لازمة يعني غير مفارقة. فلو كانت مفارقة كالتنفس بالفعل كالتنفس بالفعل ففي هذه الحالة التعريف يكون غير جامع. غير جامع. فالخاصة لا بد تكون شاملة لجميع الأفراد وتكون لازمة غير مفارقة، دائما غير منفكة، دائما لازمة. نعم. واضح؟ نعم. مع أي حالة كونهما مجتمعين. حالة كونهما مجتمعين، الجنس القريب مع الخاصة. حال كونهما مجتمعين يعني الجنس القريب مع الخاصة، جنس قريب والخاصة. نعم. كالحيوان الضاحك بالقوة. لازم بالقوة. أيوة، لازم ماذا؟ بالقوة لكي تكون شاملة لجميع الأفراد وتكون لازمة. هذا تكون شاملة لجميع الأفراد. فهم؟ الضاحك بالقوة ليس بالفعل، بالقوة. كل إنسان قادر على الضحك، صحيح ولا لا؟ هذه شاملة لجميع الأفراد. تقول كل فرد من أفراد إنسان قادر على الضحك، قادر يضحك ولا لا؟ قادر، فهذه شاملة لجميع الأفراد. فهم كلام؟ وكذلك لازمة غير مفارقة. نعم. وسمي التعريف الأول حدا. هذا هو كالحيوان الضاحك بالقوة في تعريف الإنسان، في تعريف الإنسان. نعم. فالآن الضاحك بالقوة هذا شامل لجميع الأفراد، لأن كل إنسان قادر على الضحك ولا لا؟ قادر على الضحك، هذا معنى الضحك بالقوة. إذا قلت الإنسان ضاحك بالقوة معناه كل إنسان قادر على الضحك، هذا يشمع جميع الأفراد. لكن لو قلت الإنسان الضاحك بالفعل، لا، الضاحك بالفعل لا، لأن في هذا الوقت هل كل الناس تضحك؟ لا. مفهوم؟ هذا لا يكون شامل جميع الأفراد. نعم. مفهوم كلام الآن؟ فالآن الرسم التام يكون بالجنس القريب مع الخاصة، بالجنس القريب مع الخاصة. مفهوم؟ نعم. وسمي التعريف الأول حدا لأن الحد هو المنع. هو المنع، الحد هو المنع، يعني يكون مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه، لذلك سمي حد، كأنه هكذا حد يمنع دخول غير الأفراد. مثلا نعطيك مثال:
هذا التعريف هذا البيت لا يدخله إلا الأندونيسيون، فيوجد حد هكذا، غير الأندونيسي لا يدخل، غير الأندونيسي يوجد حد هكذا لا يتركه يدخل. كذلك التعريف مثل هذه الغرفة لا يدخل إلا أفراد المعرف، هذا يسمى حد هكذا، لذلك سمي حد، يوجد حد هكذا لا يدخل إلا إذا كان من أفراد المعرف يفتح له يدخل ثم يوضع الحد، مفهوم؟ إذا لم يكن من الأفراد لا يسمح له بالدخول، إذا كان من الأفراد يسمح له بالدخول، وهكذا، ذلك سمي حدا. نعم. وسمي التعريف الأول حدا لأن الحد هو المنع، وهو مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. وسمي التعريف الثاني رسما. وسمي التعريف الثاني رسما لأن الرسم هو الأثر. لأن الرسم هو الأثر يا جماعة، الرسم عبارة عن الأثر، عبارة عن الأثر، لأن الرسم هو الأثر، والخاصة أثر من آثار الإنسان، لأن الضحك هذا أثر من الآثار التي يتركها الإنسان، صحيح ولا لا؟ لذلك سمي رسم، لأن الخاصة أثر يتركه الإنسان، الضحك أثر، مفهوم كلام؟ لذلك سمي التعريف الثاني رسما. نعم. والخاصة أثر من آثار المعرف، والخاصة أثر من آثار المعرف، لذلك سمي الأول حد لأنه مانع من دخول غير أفراد المعرف، والثاني سمي رسما لأن الرسم هو الأثر، والخاصة أثر من آثار المعرف، فلذلك سمي الأول حدا والثاني رسما. فهمنا لماذا سمي بهذا؟ هذا هو معنى الكلام. نعم. وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع. الآن ناقص الحد هو الذي كان، نعم تفضل يا مولانا. وناقص الحد هو الذي كان بفصل، هو الذي كان بفصل فقط، بالفصل فقط، أو بالفصل مع الجنس البعيد، مفهوم؟ ناقص الحد هو الذي يكون تعريفا بالفصل فقط كالناطق فقط، في تعريف الإنسان تقول الإنسان هو الناطق فقط، أو بالفصل مع الجنس البعيد، فتقول مثلا جسم الناطق جنس بعيد مع الفصل، تقول الإنسان هو الجسم الناطق مثلا، مفهوم؟ هذا يسمى الحد الناقص، الحد الناقص، حد ناقص. نعم. وناقص الحد بفصل وحده كالناطق في تعريف الإنسان. نعم، كالناطق في تعريف الإنسان. نعم. أو بفصل مع جنس بعيد لا قريب وقع. نعم. أو يكون بفصل مع جنس بعيد، لا جنس قريب، لا جنس قريب. نعم. كالجسم الناطق في تعريف الإنسان. كالجسم الناطق في تعريف، تقول الإنسان جسم ناطق، إنسان جسم ناطق، فعرفته بجنس بعيد مع الفصل، مفهوم؟ نعم. قال تحت فائدة: لم يتعرض الشيخ لوجه تسمية كل منهما تاما وناقصا، ووجه تسمية الحد تاما أنه قد ذكر في جميع الذاتيات من جنس وفصل، لذلك سمي حد لأنه وقع فيه ماذا؟ جميع الذاتيات اللي هي الجنس والفصل، هذه تسمى ذاتيات، تسمى ذاتيات لأنهم عبارة عن جزء الماهية، جزء الذات. نعم. ووجه تسمية الرسم تاما مشابهة الأول في ذكر الجنس ثم تعقيبه بأمر مختص، واضح؟
ووجه تسمية الرسم ناقصا عدم مشابهة الحد التام، كما أن الحد الناقص يسمى ناقصا لعدم تمامه بذكر جميع الذاتيات. هذا هو. سمى الحد تاما لأن ذكر فيه جميع أجزاء الماهية من الجنس والفصل، ويسمى حد ناقص لأنه لم يذكر فيه جميع الذاتيات، ذكر فيه فقط ماذا؟ ذكر فيه فقط الجنس أو الفصل فقط، ذكر فيه إما الفصل فقط وإما الفصل مع الجنس البعيد، ذلك سمي حدا ناقصا. أما الرسم التام لمشابهته في ذكر الجنس، لمشابهته في ذكر الجنس، ثم بعد ذلك ذكر أمرا مختصا وهو الضاحك بالنسبة للإنسان، وهكذا. مفهوم؟ لا. زيد. وناقص الرسم. الآن ناقص الرسم الناقص، أي الرسم الناقص. نعم. بخاصة فقط. بالخاصة فقط، كالضاحك في تعريف الإنسان، تقول الإنسان هو الضاحك. مفهوم؟ لازم تحفظ المتن كي تستطيع تفرق بين الرسم التام والرسم الناقص، حد التام حد، لازم تحفظ، وإلا سيقع لك اختلاط. نعم. معرف إلى 3 قسم: حد ورسمي ولفظي علم. فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وناقص الحد بفصل أو مع جنس بعيد لا قريب وقع، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط. لازم تحفظها لكي تعرف تفرق بين هذا الأمور: الحد التام، الحد الناقص، الرسم التام، الرسم الناقص. مفهوم؟ نعم، لازم تحفظ. نعم. أو بخاصة مع جنس أبعد، أو بخاصة مع جنس بعيد، أو يكون بالخاصة مع جنس بعيد. تقول الإنسان جسم ضاحك مثلا، جسم ضاحك. مفهوم؟ في تعريف الإنسان. نعم. بالصرف للضرورة. نعم، بالصرف للضرورة. أبعدين، لأن أبعد هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف لوزن الفعل، لوزن فعل، لكن هنا صرف للضرورة مع جنس أبعد، لم يقل مع جنس أبعد، مع جنس أبعد للضرورة فقط. نعم، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه وصف ووزن الفعل. نعم، وصف ووزن الفعل. نعم. قد ارتبط ذلك الجنس الأبعد بالخاصة، قد ارتبط مع الخاصة. ذلك الجنس البعيد قد ارتبط مع الخاصة، يعني اجتمع معا، فهذا يكون لنا ماذا؟ رسم ناقص. نعم. كالجسم الضاحك في تعريف الإنسان. كالجسم الضاحك في تعريف الإنسان. مفهوم؟ قال الشيخ: قوله كالجسم الأولى كالجوهر، لأن الجسم جنس متوسط، واضح؟ أما الجنس الأبعد ما هو؟ هو الجوهر. من المفروض الشيخ يقول كالجوهر الضاحك في تعريف الإنسان، لأن الجسم جنس متوسط، فمن المفروض الشيخ يمثل بالجوهر الضاحك، كالجوهر الضاحك في تعريف الإنسان، لأنه هو الجنس البعيد. مفهوم؟ نعم. زيد. وما بلفظي لديهم شهرا. نعم. أي والتعريف الذي شهر عند المناطق باللفظ هو تبديل لفظ بلفظ رديف. أيوة، بلفظ رديف أشهر منه. نعم. المعرف أشهر منه. هذا هو جماعة، هذا هو التعريف اللفظي. وما بلفظي لديهم شهر، يعني
التعريف الذي شهر عند المناطق بالتعريف اللفظي هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه. هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه، كتبديل البر مثلا، تبديله بالقمح، لأن البر هذا مرادف للقمح، مرادف له. البر يعني البر اسم يعني لا يعرفه إلا القليل من الناس، بر. لكن لو قلت القمح مشهور، الناس كلها تعرف القمح. فالآن القمح مرادف للبر وأشهر منه. لو قلت الغضنفر، من الناس يعرف الغضنفر؟ إلا القليل. لكن لو قلت الأسد، الناس كلها تعرف الأسد. فالأسد مرادف للغضنفر أشهر منه، مشهور يعني معروف أكثر منه. مفهوم؟ هذا يسموه تعريف اللفظي عند المناطق. وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. هذا فهمنا يا جماعة؟ أيوة. وذلك كقولنا في تعريف البر، في تعريف البر هو القمح، فإنه مرادف للبر وأشهر منه، هذا هو. أو تعريف الغضنفر، تقول الغضنفر هو الأسد، كذلك الأسد مرادف للغضنفر وأشهر منه. مفهوم؟ هذا هو جميل. قسورة، تقول قسورة هو الأسد، ولا تقول الذرغام، تقول الذرغام هو الأسد. الذرغام من الذي يعرف الذرغام؟ قليل من يعرف الذرغام. لكن لو قلت هو الأسد الناس كلها تعرف. فالذرغام مرادف للأسد أشهر منه، مرادف للأسد وأشهر منه. فهمنا جماعة الخير؟ هذا يسموه التعريف اللفظي. فالآن كم ذكر الشيخ رحمه الله من التعريفات؟ 3. تعريف بالحد. ما معنى التعريف بالحد؟ يعني بالذاتيات. تعريف بالحد بالذاتيات، بأجزاء الذات، بأجزاء الماهية كلها، أجزاء الماهية كلها. لماذا سمي حد؟ لأنه مانع من دخول غير أفراد المعرف فيه، فسمي حدا. ما معنى الحد؟ الحد هو التعريف بأجزاء الماهية، بالذاتيات، بالشيء التي تكون جزء من الماهية. كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق، فالحيوان جزء من ذات الإنسان والناطق جزء من ذات الإنسان، فسمي حد. هذا هو الحد، هو التعريف بالذاتيات، هو التعريف بالذاتيات يسمى حد. وينقسم إلى حد تام وحد ناقص. الحد التام قلنا ما هو؟ بماذا يكون؟ الجنس القريب والفصل القريب. في الجنس القريب والفصل، هذا حد تام. لماذا تام؟ لأن ذكر في كل أجزاء الماهية، لم يترك منه شيء. ذكر الحيوان وذكر الناطق فيه، فذكر أجزاء الحيوان، أجزاء الإنسان، الأجزاء التي يتركب منها الإنسان كلها، حيوان وناطق. هذا يسمى حد تام، ذكرت فيه كل الذاتيات، ذكر فيه كل مجموع ذات الإنسان اللي هو الحيوان والناطق، فيسمى حد تام. مفهوم؟ الحد الناقص قلنا ما هو؟ بماذا يعرف؟ بالفصل، إما بالفصل وحده، بالفصل وحده. لماذا سمي ناقص؟ حد ناقص، ذكر فيه الفصل فقط، ذكر فيه جزء الماهية فقط، لم يذكر معه الجنس القادم، ذكر الفصل فقط. فناقص، ناقص ولا لا؟ ناقص، أن ذكر فيه جزء واحد، جزء ماهية واحد فقط، لم يذكر معه الجزء الثاني. أو الفصل
مع الجنس البعيد، أو الفصل مع جنس بعيد. كتعريف الإنسان بجسم ناطق. جسم ناطق. لماذا سمي حد ناقص؟ لأنك عرفته بالجنس البعيد. هذا الجنس البعيد رجعه ناقص. الجنس البعيد هذا رجعه ناقص، لأنه يدخل معه أفراد كثير. يدخل معه أفراد كثير. لما تقول الإنسان جسم، ماذا يدخل معه؟ أفراد كثيرة. أيوة نعم. لكن لما قلت الناطق هو الفصل الذي أخرج. هذا هو. نعم. هذا حد ناقص. ثم قلنا الرسم التام. الرسم هو عبارة عن أثر، الأثر الذي يتركه المعرف هذا. مفهوم؟ أثر كالضحك بالنسبة للإنسان. الضحك بالنسبة للإنسان رسم، أثر يتركه. قلنا وينقسم إلى رسم تام ويكون بماذا؟ بالجنس القريب والخاصة. بالجنس القريب والخاص. تقول الإنسان حيوان ضاحك. حيوان ضاحك. لماذا سمي رسم تام؟ لأن ذكر فيه ماذا؟ ذكر فيه الرسم اللي هو الضحك. إن الضحك هذا أثر من آثار الإنسان التي يتركها. واضح؟ أيوة. ثم قال ماذا؟ أو رسم ناقص. الرسم الناقص يكون بماذا؟ بالخاصة والجنس البعيد. إما بالخاصة والجنس البعيد كتعريف الإنسان بالجوهر الضاحك. نعم. أو الخاصة فقط. أو تقول الإنسان هو الضاحك. الإنسان هو الضاحك. هذا هو. والقسم الخامس هو التعريف اللفظي. التعريف اللفظي يكون بتبديل لفظ مرادف بلفظ مرادف له أشهر منه. هذا هو أقسام الخمسة التي ذكرها الشيخ هنا. إذا لم تحفظ المتن لا تستطيع أن تفرق بينها، هل هذا بالجنس القريب ولا البعيد ولا هذا بالخاصة، لا تستطيع إلا إذا حفظت. فالحد بالجنس وفصل واقع، والرسم بالجنس وخاصة معه، وناقص الرسم بخاصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبط، وما بلفظي لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. لازم تحفظ المتن لكي تستطيع أن تفهم التعريفات. هذا يعرف بالجنس القريب مع الفصل القريب، وهذا بالخاصة، وهذا بالخاصة مع الجنس البعيد، وهذا بالجنس البعيد مع الفصل إلى غير ذلك. لازم تحفظ المتن. مفهوم يا جماعة؟ وإلا سيقع لك إشكال. نعم. لشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة. وشرط كل. ماذا قال؟ نعم. وأشهر منه. لماذا؟ لشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة. كما قلنا البر هذا لا يعرفه إلا الخاصة من الناس، إلا العلماء وطلبة العلم فقط والناس الممارسين. أما غير الناس لا يعرف. الموظف والأستاذ والمهندس والمحامي هذا كله لا يعرف البر. لكن لو قلت القمح يعرفه العامة والخاصة، يعرفه الفلاح والأستاذ والمهندس والمحامي والطيار وغير ذلك، العامة والخاصة. هو مشهور. فهم كان هذا معنى بشهرة استعماله في ألسنة العامة والخاصة. مفهوم يا جماعة؟ نعم.
وشرط كل أن يرى مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا. نعم. وشرط كل من الحد والرسم أن يرى مضطردا، أي كلما وجد التعريف وجد المعرف، هذا هو. فيكون مانعا من دخول أفراد غير المعرف فيه. هذا هو معنى مضطرد. المضطرد كلما وجد التعريف وجد المعرف، كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. هذا معنى اسمه ماذا؟ المضطرد. كلما وجد التعريف وجد ماذا؟ المعرف. كلما وجد حيوان ناطق وجد ماذا؟ وجد الإنسان. فيكون ماذا؟ مانع من دخول غير أفراد الإنسان فيه. كلما وجد ماذا؟ حيوان ناطق وجد إنسان، فهذا يكون ماذا؟ يكون مانع، يكون مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. أفراد غير المعرف فيه، كل ما ليس إنسان لا يدخل، كل ما ليس حيوان ناطق لا يدخل في الإنسان. فهذا اسمه ماذا؟ مضطرد، ويسمى المانع. المضطرد يسمى المانع، مضطرد مانع. هم كلام هذا. فالآن مضطرد، ما معنى مضطرد؟ كلما وجد التعريف وجد المعرف، كلما وجدنا حيوان ناطق وجدنا إنسان، فهذا يكون مانع من دخول غير أفراد الإنسان في الإنسان. فهم الكلام؟ هذا اسمه مضطرد. نعم، معناه مانع من دخول أفراد غير المعرف فيه. نعم. ومنعكسا، أي كلما وجد المعرف وجد التعريف. هذا هو العكس الآن. ومنعكس، كلما وجد المعرف وجد، كلما وجد الإنسان وجد حيوان ناطق. العكس الآن، فيكون جامع، فيكون جامع لكل أفراد الإنسان. كلما وجد الإنسان وجد حيوان ناطق، فالآن يكون جامع لكل أفراد الإنسان. كل أفراد الإنسان تكون داخلة، جامعها، لا يخرج منها فرد، لا يخرج منها فرد واحد. نعم. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا هو المضطرد المنعكس، معناه الجامع المانع. المضطرد المنعكس معناه الجامع المانع. نعم. نعم. فيكون جامعا لأفراد المعرف. فيكون جامعا لأفراد المعرف، فيكون جامع لأفراد الإنسان. نعم. لا يخرج عنه منها شيء. لا يخرج عنه منها شيء، لأننا كلما وجدنا الإنسان وجدنا حيوان ناطق، فلا يخرج منها شيء. نعم. فلا يجوز تعريف الإنسان بالحيوان نعم. غيره فيه. لا تستطيع أن تقول الإنسان هو الحيوان فقط، لأنه يدخل فيه الفرس والحمار والثعلب والذئب والقط وغير ذلك. مفهوم؟ لا يجوز تعريف هذا. فليس بمانع دخول غير الأفراد، بل تدخل أفراد غير الإنسان فيه. هذا هو. ولا تعرفه بالحيوان الكاتب بالفعل. نعم، ولا تستطيع أن تعرفه بماذا؟ الإنسان حيوان كاتب بالفعل، هنا يخرج غير الكاتب. نعم. فيكون غير جامع. نعم. لخروج أفراد غير الكاتب منه، هذا ليس بجامع. نعم. كاتب بالفعل، كاتب بالفعل. والذي ليس كاتب، مثلا فلاح مثلا، أو تاجر لا يعرف يكتب، كيف هذا يخرج؟ فلا يكون جامع، فلا يكون جامع لأفراد الإنسان. لو قلت الإنسان حيوان كاتب بالفعل،
حيوان كاتب بالفعل، كاتب بالفعل. الذي ليس كاتب يخرج، صحيح ولا لا؟ فهنا تخرج أفراد كثيرة من الإنسان. لكن لو قلت الإنسان حيوان كاتب بالقوة يكون جامع، كل الأفراد تطلع. فهمنا؟ هذا هو. نعم، واضح جماعة الخير هذا الكلام. فالتعريف لا بد أن يكون مضطردا منعكسا جامعا مانعا، نعم، كما قال صاحب الجمع رحمه الله. فالحد الجامع المانع المنعكس المضطرد، كما قال هكذا عبارة. فالحد الجامع المانع المنعكس المضطرد، نعم. وأن يرى ظاهرا أي واضحا. واضح، لازم يكون واضح التعريف، واضح. لا يكون التعريف لا يكون ماذا؟ لا يكون غير واضح، لازم يكون واضح. نعم. لا أبعد، لا أبعد، لا يكون تعريف خفيا، لابد أن يكون واضحا. لا أبعد يعني لا خفيا. نعم. أي أخفى من المعرف. نعم، لا يكون أخفى من المعرف. تعريف لازم لا يكون أخفى من المعرف. الإنسان حيوان ناطق، التعريف اللي هو حيوان ناطق هذا أظهر من المعرف اللي هو الإنسان. أما إذا قلت مثلا أما إذا كان عرفت الإنسان بتعريف أخفى، هذا معيب عند أهل المنطق. لازم التعريف يكون أوضح من المعرف. نعم. كتعريف النار بأنها جسم كالنفس. جسم كالنفس، نعم. قال لك عرف النار ما هي، قلت لهم جسم كالنفس، زدته تعقيد. الآن لازم تذهب تبحث عن النفس ما هي وكذا وكذا لكي تعرف التعريف. مفهوم؟ فالآن قالوا لك عرف النار، فقلت لهم جسم كالنفس، فزدته تعقيد. الآن التعريف أخفى من المعرف، قال تحت الشيخ كالنفس بسكون الفاء، يعني أن النار مثل النفس في أن كل منهما جسم لطيف له تعلق بغيره. ووجه كون هذا أخفى من المعرف أن النفس قد وقع في حقيقتها خلاف كثير، وما ذلك إلا لشدة خفائها. نعم. فأنت عرفت النار بتعريف أخفى منه، أصلا لازم تبحث عن النفس، والنفس فيها خلافات كثيرة بين العلماء، فعرفته بأخفى منه. نعم. قلنا لابد أن يكون التعريف ظاهرا واضح، لابد التعريف يكون أظهر وأوضح من المعرف. كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، الآن التعريف أوضح من المعرف. أما إذا كان عرفت المعرف عرفته بتعريف أخفى غير أوضح، فهذا معيب عند أهل المنطق. كتعريف النار بأنها جسم كالنفس، هذا زدته تعقيد، لأن النفس أصلا اختلف فيه كثيرا بين العلماء. واضح؟ هذا تعريف بعيد، تعريف النار بالنفس بجسم كالنفس. نعم. ولا يكون مساوي، لا تأتي وتقول هكذا ما هو المتحرك هو المنتقل، ما هو المنتقل هو المتحرك، مساوي. أنت لم تعرف شيئا. قلت ما هو الإنسان هو البشر مثلا، هذا مساوي له. أنت عرفت شيئا لم تعرف شيء، أتيت بشيء مساوي. لازم التعريف لا يكون مساويا. من هو أحمد زبادي؟ من هو زبادي؟ أحمد. هل عرفت شيء؟ لم تعرف شيء. نعم. للمعرف في الخفاء. نعم.
كقولنا في تعريف المتحرك هو ما ليس بساكن. لا، ما ليس بساكن. قلت لك ما هو المتحرك؟ قلت ما ليس بساكن، هذا مساوي له. أصلا المتحرك يساوي ليس ساكن. ما هو المتحرك؟ يساوي ليس ساكن. ما هو الساكن؟ الساكن يساوي الساكن يساوي ماذا؟ ما ليس متحرك. هذا فأنت أتيت بتعريف مساوي، فالتعريف لا يكون مساويا، مفهوم؟ وإنما يكون أوضح وأظهر من المعرف. ولا أن يرى التعريف تجوزا بضم الواو أي لفظ تجوزا، أي لفظا مجازيا. ومحل امتناع المجاز إذا كان بلا قرينة معينة للمراد بها. نعم. أي بتلك القرينة تحرز بالبناء للمجهول. نعم، لا بد كذلك التعريف لا يكون مجازي، لا توجد قرينة عليه. واضح؟ لا بد من التعريف كذلك أن لا يكون تعريفا مجازيا ولا يوجد قرينة. لا توجد قرينة، لا توجد قرينة. لم يمثل شيخ؟ نعم. إذا قلت هكذا مثلا العالم بحر، العالم بحر. الآن هذا تعريف مجازي، العالم بحر، العالم بحر، لكن لا يوجد قرينة توضح المراد، لا يوجد قرينة توضح المراد. لكن لو قلت العالم بحر مثلا يخطب مثلا، أو بحر بحر يدخل الحمام، أو بحر يخطب، خلاص وجدت القرينة. فما دام قلت يخطب فأنت تريد بالبحر ماذا؟ مجاز، تريد به يعني بحر في العلم، ولا تريد بحر حقيقة البحر. فهمنا الكلام؟ قلت العالم بحر يدخل الحمام، خلاص عرفنا أنك تريد ماذا؟ تريد بالبحر معنى مجازي ليس حقيقة البحر. لكن لو قلت العالم بحر هذه مشكلة، أنت أردت أن تعرف بالمجاز ولم تأتي بالقرينة تبين المراد. فهمنا؟ فلو أتيت بالقرينة هنا يصح التعريف. لو قلت العالم بحر يدخل الحمام أو بحر يخطب فوق المنبر خلاص. فهمنا؟ لذلك قال ولا تجوز ولا أن يرى لفظا مجازيا بلا قرينة بها تحرز، بها يتحرز عن المعنى الحقيقي. فلا بد أن يكون التعريف بالمجاز فيه قرينة تدل على المراد وتتحرز من المعنى الحقيقي كما قلنا. واضح كلام؟ قال الشيخ تحت هنا معينة للمراد. هذا جواب عما يقال إن المجاز لا بد له من قرينة دائما سواء كان في تعريف أو غيره، ولا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصا به. وحاصل الجواب أن المشترط في المجاز إنما هو القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي، هذا وليست هي المشترطة هنا، إنما المشترط هنا القرينة المعينة للمراد، وهي غير المانعة، وليست مشترطة في المجاز دائما بل خاصة بالتعريف، فلذلك عدت من شروطه. المقصود بهنا القرينة المعينة للمراد، لازم تعين المراد. مفهوم؟ نعم. يعني محل امتناع التعريف بالمجاز إذا كان خاليا عن القرينة معينة للمراد، لازم يكون فيه قرينة معينة للمراد. نعم.
التي يحترز بها عن إرادة غير نعم، المراد. يحترز بها عن إرادة غير المراد. نعم. كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام. أيوة، كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام. خلاص، يدخل الحمام، هذه هي القرينة التي عينت المراد. فما المراد بالبحر هنا؟ العالم. مراد به عالم، لأن هل البحر يدخل الحمام؟ لا. الآن هو مجاز فيه قرينة دلت على المراد، وأنني أريد بالعالم ليس البحر الحقيقة، لا، إنما أريد به مجاز، أن القرينة عينت المراد اللي هي يدخل الحمام. فهمنا؟ أو يصلي ويصوم، قلت العالم بحر يصلي ويصوم، خلاص، يصلي ويصوم قرينة عينت المراد. مفهوم؟ نعم. ويمتنع لالتباس المراد بغيره، وإن كان مع المجاز قرينة تعين المراد، كقولنا في تعريف البليد حيوان ناهق يدخل الحمام أو يصلي، جاز التعريف به. نعم، جاز التعريف به، هذا واضح. فيمتنع لالتباس المراد بغيره. قال هنا كتعريف العالم بأنه فإن البحر يصدق بالعالم والكريم. فإن البحر يصدق بالعالم والكريم، واضح. والقرينة المذكورة معه لا تعين المراد، وإن منعت من إرادة الحقيقة. فهمنا الكلام؟ يعني في المجاز لا بد من قرينة. ماذا؟ من قرينة في المجاز لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، صحيح؟ لكن المراد بالقرينة هنا في التعريف لازم قرينة تعين المراد، ليس القرينة الموجودة في المجاز، لا، لازم قرينة تعين المراد، وليس قرينة يعني تمنع الحقيقة، لا. هذه قرينة في المجاز عامة، هذه قرينة في المجاز عامة. لا بد من المجاز أن يكون فيه قرينة تصرفه عن الحقيقة، هذا في المجاز عامة. لكن المقصود بالقرينة هنا ليس التي تصرفه عن الحقيقة، لا، هي التي تعين المراد، لازم تعين المراد. فإن قلت هكذا، إن قلت العالم، لو عرفت العالم بأنه ماذا؟ بحر يدخل الحمام، لو قلت العالم بحر يدخل الحمام، فهذه يدخل الحمام قرينة منعت من المعنى الحقيقي للبحر، صحيح؟ لكنها لم تعين المراد. أنتم معي ولا لا؟ لكنها لم تعين المراد، لأن البحر يصدق بماذا؟ يصدق بالعالم ويصدق بالكريم، يصدق بالعالم ويصدق بالكريم، شخص كريم. لو قلت هكذا، بحر يدخل الحمام،
هذا ماذا فهمت منه؟ هذا فالبحر الآن أولا هذه قارنة ولا ليست قارنة؟ قارنة. ماذا منعت؟ المعنى الحقيقي. هذا القارنة منعت المعنى الحقيقي من البحر، معنى الحقيقي. فنحن هنا لا نريد البحر على معناه الحقيقي، وإنما مجاز. لماذا؟ لأن هذه القارنة منعت من المعنى الحقيقي. لكن هل القارنة عينت المراد؟ لم تعين المراد، لأن البحر هذا يصدق على العالم والكريم، فلم تعين المراد. فأنت لو أتيت لكي تعرف العالم بأنه بحر يدخل الحمام سيختلط على الناس الأمر، لا يعرفون هل مقصودك بحر يدخل الحمام، هل مقصودك بالبحر العالم ولا مقصودك كريم؟ فهذه القرينة لم تعين المراد، وإنما منعت من ماذا؟ معنى الحقيقي فقط. ليس المقصود في التعريف القرينة التي تصرف عن المعنى الحقيقي، لا، المقصود بها القرينة التي تعين المراد. تعين المراد، لازم القرينة تعين إما الكريم إما العالم. هذا فلذلك الشيخ انظر اقرأ معي ماذا قال. قال يعني محل امتناع التعريف بالمجاز إذا كان خاليا عن القرينة المعينة للمراد، المعينة للمراد الذي يحترز بها عن إرادة غير المراد. هذا هو كتعريف العالم. أنت جيت تعرف العالم فقلت بحر يدخل الحمام، ولا قلت بحر يصلي ويصوم، هذا قارنة. وإن ماذا القارنة هذه؟ وإن دفعت المعنى الحقيقي لكنها لم تعين المراد، لأن البحر يصدق على العالم ويصدق على الكريم، فالناس لا تعرف المراد من البحر، لا تعرف. فهمنا؟ لذلك قال كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام. لا تقل هكذا، لا تقل العالم بحر يدخل الحمام، لا، لو قلت هكذا خلاص تعين. لا، أنت قلت هكذا بحر يدخل الحمام وتريد به العالم، في عقلك تريد به العالم، لكن اللفظ هذا يحتمل العالم ويحتمل الكريم. لكن لو قلت هكذا العالم بحر خلاص تعين أنه العالم، لكن أنت لا، أنت هكذا قلت بحر يدخل الحمام وتريد في عقلك العالم، هذا لم تعين المراد، لم يعين المراد. لذلك الشيخ قال كتعريف العالم، أنت العالم هذا لم تذكره، لا، موجود في عقلك فقط، لم تذكر العالم، لفظ العالم، لا. كتعريف العالم بأنه بحر يدخل الحمام أو بحر يصلي ويصوم، فيمتنع، هذا التعريف يمتنع. لماذا؟ لالتباس المراد بغيره، لأنه يلتبس على الناس العالم بالكريم. وإن كان أنت في عقلك تريد العالم، لكن السامع يلتبس عليه كلام، هل البحر هو العالم ولا الكريم؟ يلتبس. فلذلك قالك فيمتنع هذا التعريف، يمتنع هذا التعريف لالتباس المراد بغيره، وإن كنت أنت في عقلك تريد العالم. هذا فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا فإن كان مع المجاز، انظر، مع المجاز قرينة تعين المراد كقولنا في تعريف البليد. هو البليد قلنا حيوان ماهق يدخل
الحمام. فإن كان مع المجاز قرينة تعين المراد كقولنا في تعريف البليد حيوان ناهق يدخل الحمام أو يصلي جاز التعريف به. واضح؟ كيف يقول لو الإنسان هو بحر يشرح هل تعين المراد ولا بحر؟ نعم. يعين المراد ولا نعم لا يعين المراد، لأن ما دام يشرح العلم يشرح العلم معناه عالم. لو قلت بحر يشرح هذه يشرح تعين المراد أنك تريد به العالم. أيوة نعم. فإذا قلت في تعريف البليد حيوان ناهق يدخل الحمام، يدخل الحمام، عينت المراد ولا لم تعين؟ عينت المراد. فالآن ماذا تريد بحيوان ناهق؟ هل تريد به الحمار؟ لا تريد به الحمار، تريد به ماذا؟ البليد، كأنك قلت البليد يدخل الحمام. هذا فجاز التعريف به. إذا هذا القرينة عينت المراد لم تصرف اللفظ عن حقيقته لا فقط، وإنما عينت المراد جاز التعريف به. فهمنا؟ فإذا قلت حيوان ناهق يدخل الحمام خلاص. ولا قلت مثلا بحر يشرح، مثلا قلت بحر يشرح الدرس خلاص، يشرح الدرس عينت أن البحر مراد به العالم، عينت مراد. كذلك هنا حيوان ناهق يدخل الحمام عينت المراد أني لا أريد به الحمار، إنما أريد به رجل بليد. هذا فهمنا جماعة الخير؟ فهذه عينت المراد، وما دامت عينت المراد يجوز التعريف به. واضح كلام؟ هذا هو. نعم. زيدوا اعطونا مثال آخر في التي تعين المراد، قرينة تعين المراد ليس تمنع المعنى الحقيقي، لا تعين المراد لازم. نعم. نعم هذا هو تعريف الرجل الشجاع بأنه أسد في المعركة، ولا أسد يحمل سيفا. أسد في المعركة ولا أسد يحمل سيفا. فما المقصود به؟ رجل شجاع لا يحتمل غيره. فهنا في المعركة ولا يحمل سيفا عينت المراد، فيجوز التعريف بهذا المجاز. فلا بد في التعريف أن يكون المجاز فيه قرينة ليس أنها ماذا؟ يعني ليس فقط ماذا؟ ليس فقط يعني لا تريد معنى حقيقي، لا لازم تعين المراد. فهنا المقصود بماذا؟ مقصود بقول الشيخ مقصوده ولا تجوز لا، وأن لا يكون مجازا بلا قرينة تعين المراد. ليس قرينة فقط يتحرز بها عن المعنى الحقيقي، لا لازم تعين المراد، لازم تعين المراد. أما لو تحرز بها عن المعنى الحقيقي ولم تعين المراد لا يجوز التعريف به عند المناطق. لازم ماذا؟ تعين المراد، لازم. مفهوم كلام هذا؟ هذا معنى
كلام الشيخ رحمه الله في هذا. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.